فوالا يلاه جيت من ستور ديال ابل واخا ما ترجلوش معايا حيت كنت باغي ناخذ واحد في لي زايفون حيت فرضوا عليا ناخذ معاه دي زاكسيسوار اللي انا اصلا ما محتاجهمش وصافي درت بناقص بوغ لو مومون ما نشوف كيفاش نجيبو باش ندير لكم عليه ريفيو دونك تابونا باش ملي يخرج الفيديو وصلك انت الاول وما تنساش لي حتى لايك او كومونتير ولا عندك شي كيستيون الانستغرام ديالي نخلي لكم هنايا او كتب لي لتحت ندوزو. البلان المزيان هو ان اليوم كان هو النهار الاول فين حطوا لي زايفون 17 في الشوروم دونك بنادم يقدر يمشي يشوفهم يقلبهم ويشريهم ميم. والبلان اللي ماشي مزيان غنقول لكم من دابا واحد شويه دونك اليوم نبارطاجي معكم اشنو بان لي ملي جديتهم في يدي ومن هنا نقول لكم التوقعات ديالي على البيع ديالهم واين واحد فيهم غادي يتباع مزيان. بالنسبه للايفون 17 برو 17 برو ماكس بزاف الناس ما باش ليهم راه الديزاين تبدل من نهار تشدهم في يدك غادي يبان لك الفرق. نقدر نتفق معاك من الايفون 11 حتى الايفون 16 ما كاينش فرق في الديزاين كيبانوا بحال مي الايفون 17 برو مع المستطيل اللي الفوق واللي ابل كتسميه البلاطو وسيرتو في الشده ديالو زيد نغزه شويه ومع الفريم كامل ديال الالومنيوم ميم الظهر ديالو اللي كيخليك تحس بحال شاد قطعه واحده من بلوك ديال الالومنيوم ديزاين جديد وفخامه ديال بصح. الخيبه هنايا مون افي هو انه كيخلي الايفون 16 برو يبان قديم. بالنسبه لوان سي تري انتريسون هنايا الاورانج بيان سور شفناه كاملين اون لين اون بيرسون كان كيسحب ليا غادي يكون بدل يعني ميل النحاس ولا شي حاجه ولكن لا كولور اورانج ومساتوري بزاف من الفوق الا شراه شي واحد غيبان لك من بعيد بانه هذاك راه ايفون 17 برو. كولور صراحه انيق ومختلف كلشي مشى مع الاورانج حيت ماركيتها بزاف هاد الايام ونساو الزرق صراحه واعر حتى هو كيبان كلاس. الاول صراحه ما عجبنيش حيت قلت غادي يشد لي زومبران دغيا مي على حساب ما شفت ما كيشدش الطراز ديال الصباح بزاف. مي شخصيا اللون اللي عجبني اكثر من هادو بجوج هو السيلفر شفناه قبل في دي زايفون مي كان كيبان ممل دونك ولا كامل بنفس اللون ودو بليس كنقول مع راسي الكولور سيلفر عنده نفس اللون ديال الالومنيوم دونك زعما الا تشرط ما غاديش تبان فيه. الناس اللي كيهمهم الكولور اللي خديتي في هاد لي طروا غادي يبان عندك الايفون 17 برو جديد حيت قبل كانوا تقريبا كيخرجوا في نفس اللون وما كتعرفش من الظهر ديالو واش 16 برو ولا 15 برو ولا 14 برو دونك هنا كاين الفرق. وسيرتو الا خديتي الاورانج كولور كتغوت بسميه ديال الايفون 17 برو ولا 17 برو ماكس. بلاتي اخويا حبس هنا. الا عجبك هذا الفيديو حتى لهنا الا بغيتي تيبورتينو وتدفع معنا الكروسه واحد شويه خلي لي لايك كومونتير كيف ما كان وتابونا. شكرا مسبقا ورجعوا لا فيديو. ملي كنت شادهم في يدي ما لقيتش كيفاش نتيستي بزاف ديال الحوايج كنت باغي نتيستيهم بحال نتيستي لي كاميرا على خاطر ولا نديماري شي جو. اللي قدرت نتيستي بزاف هي الكاميرا ديال السيلفي الجديده وصراحه بلان تقدر دابا تاخذ سيلفي اون فيرتيكال ولا اوريزونتال ما يهمش حيت دابا الكابتور ولا مربع كيعني كيف ما دورتيه كيبقى مربع وملي كتصور بيان سور كتكروبي وسط داك المربع بمستطيل كوسوا اون فيرتيكال ولا اوريزونتال. هادشي علاش ما يهمش كيفاش التليفون ديالك ملي تبغي تصور. هاد اللعيبه اللي انا متاكد بزاف ديال الشركات الاخرى المنافسه غادي يزيدوها في التليفون ديالو ودوفغي راه مزيان. الايفون اير البلان اللي قلت لكم في البدايه ديال الفيديو ما مزيانش هو انه مازال ما حطوا لنا الايفون اير في الشوروم ما عرفتش علاش واش غير في الشوروم اللي كنت فيه انايا ولا فيهم كاملين. مي اللي بغيتكم تعرفوا من دابا هو ان الايفون 17 اير انا ما كنريكومونديش. ويلا صاحبي كاميرا وحده 2025 هادي على الاقل خصو يعطيك دو كاميرا وحده الترا وايد وحده اساسيه. الالترا وايد تصور بها لي فلوغ المناظر والاساسيه دير بها داكشي اللي بقى. البيرفورمانس ديالهم ما بلانش حتى هو واللي شاف البنش ماركس ديالو واخا فيه نفس الشريحه اللي كاينه في لي زايفون 17 برو ماكس واللي هي ال 19 برو الاداء ديالو ناقص عليهم. ميم الايفون 17 نورمال اما قريب ليه اما احسن منه في شي حالات وغالي $999 امونافي يا اما تزيد $100 وتاخذ الايفون 17 برو او لا توفر $200 وتاخذ الايفون 17 نورمال اللي امونافي احسن منه. والايفون 17 نورمال اللي كنت كنتسنى ومحمس ليه ميم اكثر من الايفون 17 برو ماكس. غير باش نهضروا اون ديزاين راه ما كاينش فرق بينه وبين الايفون 16 نورمال ديال العام اللي فات هو الايفون الوحيد اللي ما تبدل فيه والو هذا العام. كاين فرق غير شويه في لي كولور. الكولور خضر اللي تزاد هذا العام واللي اون بيرسون صراحه عجبني وجاني احسن واحد فيهم سيرتو انه كيبان مات شويه وكيدي مات دي بريميوم ومكونتراستي بواحد الطاش خفيفه بزاف اللي داير على لي كاميرا داير بيان سيغ بالالومنيوم بحالو بحال الايفون 16 نورمال ماتيير اللي مخيره مون افي ما كتشد لا لي زومبرانت لا والو وكتبان بريميوم حتى هي. وكما قلت لكم في الاول هذا هو الايفون اللي غالبا غادي يتباع مزيان هذا العام. الايفون 17 برو 17 برو ماكس لحد الان ما فيهم حتى شي عيب وهما دي تليفون اللي ضاربين في البيك ديال البيرفورمانس الكاميرا ديال الشده في الايد ديال اللي بغيتي. مي الايفون 17 نورمال هو اقرب ما يكون ليهم بلا ما تخلص هذاك الثمن كامل ديال 17 برو. علاش؟ حيت اكبر سبب بالنسبه ليا هو انه كيجيب نفس ليكرون اللي كاينه في الايفون 17 برو
120 هرتز 6.3 بوس مع درجه ديال الاضاءه 3000 نيتس. الا شفتي هذا الفيديو اللي صورت ما غاديش تعرف فين هو الايفون 17 برو وفين هو الايفون 17 نورمال، حتى تدورهم تشوف الظهر ديالهم ديك الساعه هذا غادي تعرف. والاداء ديالو من ناحيه اخرى خرافي، واخا فيه غير الA 19 نورمال و8 جيجا في الرام، على عكس الA 19 برو اللي كتجي في لي زايفون 17 برو و12 جيجا في الرام فيهم، الا انه احسن من الايفون 16 برو في السكورز، وقريب بزاف الايفون 17 برو في السي بي يو. مي كيبقى الايفون 17 برو و 17 برو ماكس احسن منه تقريبا ب 20% في الجي بي يو. الناس ديال اللعاب راكم عارفين. من ناحيه الكاميرا فيه غير دو كاميرا وي، مي غالبا هما اللي غادي تحتاج وكيتستعملوا 99% ديال الوقت، واللي هما الكاميرا الاساسيه الواحد اكس والكاميرا الالترا وايد 0.5 اكس بجوج بهم 48 ميجا بكسل. الا بيان سور كنتي محتاج تليفوتو 4 اكس ولا 8 اكس راك عارف ديك الساعه تقدر تمشي للتليفونات البرو، وكيبدا ديريكتومون 256 جيجا، وهذا الشيء بلا ابل ما تزيد في الثمن على العام اللي فات. الايفون 17 نورمال هذا العام اقرب ما يكون لي زايفون برو. هادشي اللي كاين الخوت، قولوا لي تحت في الكومونتير واش ناويين تبدلوا التليفون ديالكم، واش من تليفون ناويين تاخذوا ولا التليفون اللي بان لكم فيه الضوء. لايك وتابوني الا عجبك الفيديو ولا بديتي من شي حاجه. باي باي.